اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معكم ولاء ودي قناتي كيكات وحلويات. كل سنه وانتم طيبين. النهارده اول يوم رمضان. طبعا انا اسفه جدا ان الفيديو ده نزل متاخر، بس طبعا انا قلت لكم في الفيديو اللي فات ايه اللي حصل لي خلاني يعني نزلت الفيديو متاخر. وطبعا كل الوصفات دي انا عملتها كل حاجه في فيديو لوحده، بس انا قلت اشارككم الفكره الاول علشان اللي حابب يعمل بوكسات كده في رمضان يلحق يعني ينزل البوكس، وبعد كده هنزل الطريقه بتاعت كل حاجه لوحدها. يعني صوابع زينب دي انا عاملاها من حوالي 3 4 ايام بصراحه. يعني بصوا زي ما هي جميله جدا ما فيهاش اي مشكله. وكنت مغطيها كده بستريتش راب، وكنت سايباها على فكره بره التلاجة ما فيهاش اي مشكله خالص. هنزل لكم الطريقه باذن الله، يعني شوفوا انهي فيديو عايزيني ابدا بيه وانزله لكم. وكمان كنت عامله ودي عاملاها بالزبده، ودي الطريقه الصح اصلا لصوابع زينب. وكنت عامله الكنافه البورمه، وعملت البسبوسه، وعملت الجلاش اللي هو محشي كنافه. وده طبعا وريته لكم ووريته لكم متفرز، و طريقته سهله جدا وتقدري تحتفظي بيه في الفريزر ما فيهوش اي مشكله خالص. وكمان الكنافه البورمه دي انا كمان يعني لفيتها وحطيتها في الفريزر زي ما هي من غير ما ادخلها يعني تتحمص او حاجه، وطلعتها اشتغلت بيها وكانت زي الفل. وان شاء الله كل وصفه هنزلها لكم بالظبط بالتفصيل علشان تستفيدوا منها. بس يعني انا حبيت اشارككم البوكس ده، هينفع ينفع جدا في رمضان. اسمه بوكس العيله. تقدري بقى انت تنوعي وتظبطي زي ما انت عايزه. انا اول حاجه حطيت طبعا البسبوسه، حطيت كنافه، وحطيت جلاش، وحطيت آم، صوابع زينب، بحيث ان العلبه بتاعتي دي تشيل تقريبا نص كيلو. يعني انت تحطيها على الميزان كده تشيل معاكي نص كيلو. انا عملت من كل حاجه كميه مش كبيره جدا. انا قلت يعني اعمله كتجربه واعرضه عندي فوري اول يوم رمضان. بس طبعا قلت بدل ما اعمل حلويات شرقي لوحدها، واعمل اشطوطه لوحدها، واعمل كنافه مثلا طبعا انا بصراحه ما كنتش، يعني انا كنت ممكن اعمل كنافه بالمانجا، بس انا حبيت اعمله بتوبنج او ب صوصات، يعني بحيث ان التكلفه ما تبقاش عاليه قوي. يعني اللي ياخد البوكس يقدر على تمام. بدل ما اعمل مثلا كنافه بالمانجا فاضطر ازود في سعره قوي. كتجربه لو لقيته شغال معايا كويس والدنيا كويسه، هبتدي يعني ابتكر في الافكار وازود واخلي كذا بوكس باسعار مختلفه. يعني ممكن ابدا البوكس مثلا ب 100 وفي ب 150 و200 و250، بحيث اني يعني هقول لكم على حاجه برضو للناس اللي شغاله اونلاين. في ناس بتشتغل حلو جدا بخامات كويسه جدا، وخامات يعني خامات فعلا تستاهل ان انا احط سعر عالي. بس الزبون مش بيقدر الكلام ده وبيبقى عايز حاجه سعرها كويس. فدايما نوعي في البوكسات بتاعتك، يعني اعملي حاجه سعرها يكون عالي وحاجه تانية سعرها يكون اقل، بحيث ان يكون البوكس شارح نفسه، ما تضطريش ان انت تشرحي وتقولي اصل ده متكلف كذا ومحطوط له كذا وده محطوط له حاجه اقل. هيبقى فيه اسعار متفاوته. اللي حابب ياخد حاجه سعرها زياده شويه، اللي حابب ياخد حاجه سعرها اقل، يبقى هو عنده حريه الاختيار. لكن انا ما اقدرش افرض عليه ان انا اكون عامله بوكس مثلا ثمنه يتكلف مثلا 250 او 300 جنيه، وهو يبقى مش مقدر قيمته. لا، طب ما انا ممكن احط لك بوكس ب 150 وبوكس ب 200 وبوكس ب 250 وبوكس ب 300، وانت شايف بنفسك الصوصات هي بتتكلم عن نفسها، او التوبنج او الحاجات اللي احنا حاطينها. طبعا عملت القشطوطه وهسيبها لكم ان شاء الله في فيديو عملناها مع بعض قبل كده. وده البوكس او العلبه اللي هي بتشيل نص كيلو، هعملها كنافه. وطبعا كنت بصراحه هعملها كنافه بالمانجا، وكنت هجيب مانجا متفرزه. وبعد كده قلت لا، اجرب الاول كده بحاجات موجوده عندي علشان برضو التكلفه ما تبقاش عاليه. جبت كده الكنافه حمصتها حطيتها في الفرن، بس حطيت عليها نص كوبايه من السمنه على نص كيلو من الكنافه، ودخلتها الفرن وقعدت اقلب فيها. ولما اتحمصت كويس او خدت لون، ابتديت يعني اول ما بردت خالص كان عندي سيرب او شربات فايض من الجلاش اللي انا كنت عاملاه. سبته بقى بصراحه على النار شويه لغايه ما عقد او تقل شويه. وبعد كده سبته لما برد، يعني تقل معايا وخلاص زي الفل. لان المفروض ان الكنافه اللي هي بالمانجا او الكنافه اللي هي بتحط لها كريمه لازم الشربات بتاعها يبقى تقيل. يعني مثلا لو انت هتعملي البسبوسه بتبقى كوبايه من السكر على كوبايه ونص من الميه. لكن الكنافه والجلاش صوابع زينب او بلح الشام او أي حاجه تانية كوبايه قصادها كوبايه. لكن الكنافه اللي في الفرن
بتبقى كوبايتين من السكر عليهم كوبايه من الميه، يعني بتبقى الضعف. يعني خدوا بالكم من الموضوع ده، علشان لو حطيت لها سيرب خفيف هتلاقيها رطبت منك ومش هتبقى احسن حاجه. وممكن كمان تحط لها سكر بودره يعني زي ما انت حابه. حطيت كده طبقات من الكنافه، وهبتدي زي ما انتم شايفين كده افرد. زي عايزه اقول لكم على حاجه برضو، معلش قبل ما انسى. احنا في رمضان، كل سنه وانتم طيبين. حافظوا على الصلاه بتاعتكم، وعلشان تقدري ترتبي وقتك وتختمي المصحف باذن الله. طبعا رمضان شهر طاعه، وشهر تقرب من ربنا ودعوات كتير. حاولوا يعني تقربوا من ربنا. لو انت هتحسي ان انت مش هتقدري تظبطي وقتك في موضوع القرآن وانت بتصلي. احنا ربنا فرض علينا 5 صلوات. بين كل يعني كل ما تصلي وانت خلاص نويتي الصلاه، ابتدي حطي المصحف جنبك. خلصي الصلاه واقري 5 صفحات من المصحف. هتلاقي نفسك ان شاء الله على مدار الشهر ختمت المصحف على الاقل مره واحده. طبعا حابه ان انت ربنا يكرمك وتختمي مره واثنين وثلاثه، يبقى زودي في عدد الصفحات. وربنا يتقبل منا يا رب صيامنا وقيامنا وسائر اعمالنا. خلي في علمكم ان هو صلاه الشهر ده شهر في السنة، ربنا يعني بيديهولنا فرصة كده ان احنا نتقرب منه، وفيه الدعوات مستجابة. أوله مغفرة، وأوسطه رحمة، وآخره عتق من النار. ربنا يرحمنا ويغفر لنا ويسامحنا يا رب، ويجعله شهر طاعة بجد. حاولوا يعني ايه، عارفة انه فرصة، يعني حاولوا تقربوا من ربنا على قد ما تقدروا. بصوا زي ما انتم شايفين كده، حطيت جناش شوكولاتة، وبعد كده حطيت نوتيلا بيضة، وحطيت مربى حليب، وحطيت مربى لوتس. كله طبعا خففته كده بمعلقتين من الزيت. وطبعا الجلاش كان عندي، بس طبعا لما بيقعد بيتقل زي ما انتم شايفين. وفي النص كده هبتدي احط واحده كاندي. وده كان البوكس بتاعي، ودي كانت فكرته. يعني انا قصدي ان انت لو هتعملي بوكسات في رمضان، حاولي تدخلي فيها كل حاجه. حلويات شرقي حطي، حابه تحطي مثلا كنافات، حابه تحطي بوكس. يعني انا اصلا في البوكس ده كنت حابه كمان ان انا احط جاتوه. يعني ممكن كنت احط نص دست جاتوه او ربع دست جاتوه، بس قلت اجرب الاول. طبعا انتوا كل واحد بقى يبتكر بافكاره. يعني انت حابه تحطي فكره جديده. يعني انا حطيتك كده، يعني اديتك كده اللي هي النبذه يعني عن الموضوع. وطبعا ان شاء الله قولوا لي كده في التعليقات رايكم في البوكس، وكمان قولوا لي ابدا بايه في الحاجات اللي انا عملتها انزلها لكم باذن الله. يعني صوابع زينب، ولا الكنافه البورمه، ولا حابين اشطوطه، ولا يعني إيه اللي انتوا حابين ان انا ابدا بيه. وانا هنزله لكم ان شاء الله، وباذن الله وصفات جايه كتير جدا. وسامحوني طبعا الفيديو اتاخر، بس والله كان غصب عني. طبعا انتوا عارفين في الفيديو اللي فات قلت لكم على الظروف اللي حصلت لي، هي اللي خلتني اتاخرت. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك في القناه، وتعليقاتكم الجميله دايما بتفرح. وبالنسبه للسعر، انا هطلع البوكس ده على 200 جنيه. قولوا لي برده في التعليقات سعره مناسب ولا سعره عالي. انا شايفه ان هو ده سعره. وطبعا انت بتحددي السعر على حسب الخامات وعلى حسب الحاجه اللي انت بتشتغلي بيها. انا ممكن اكون بشتغل بكريمه مختلفه، او صوصات مختلفه، او سمنه مختلفه في الحلويات الشرقيه. او كمان العلب اللي انا بشتغل بيها ممكن تبقى مختلفه عن العلب اللي انت بتشتغلي بيها، فكل ده بيفرق في التسعير. طبعا حط السعر على حسب المكان، او اللي انت يعني شوفي الاسعار اللي حواليكي، وعلى حسب المكان حط سعر يعني.